حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يلا كل سنه وانتم طيبين. يلا ندمس فول رمضان. اقول لكم على الطريقه اللي بعمله بيها وبيطلع حلو جدا جدا، احلى من بره بكتير، ولونه كمان بيبقى تحفه. انا حطيت كيلو كده من الفول ونزلت عليه بميه مغليه وسبته وغطيته. انا عملت كده من بالليل، يعني هسيبه تقريبا 12 ساعه كمان او اكتر. بالليل كده بصيت عليه لقيته شرب ميته وقمت مزوداله ميه عاديه بقى من الحنفيه خالص. كبر معايا وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مدة النقع طويلة فبتخليه يستوي معاكي اسرع، مبياخدش وقت كتير. شايفين؟ بعد بقى اغسليه بقى كويس من المية اللي انت نقعها فيها. يعني هو اول مرة شرب ميته لانها كانت مية مغلية، وبعدين زودته بالمية الدافية. انا ما لقيتش عندي فول مدشوش، انا بحب اعمله بالفول المدشوش وبالعدس، وما لقيتش عندي وقلت هدمسه وغسلته كويس وصفيته زي ما انتم شايفين كده، وحطيت مية تغلي على النار. هحط عليه عدس اصفر ومش هزود بقى في اي مكونات تاني. عايزه اقول لكم طريقته بتبقى حلوه جدا، احلى بكتير بقى من اللي بتجيبيه من بره. اعمليه وظبطيه كده وعبيه في اكياس وشيليه في الفريزر. بتطلعي كده على قد الاكله وعلى قد الاستخدام، بيبقى حلو قوي معاكي بصراحه. الميه بتاعتنا ابتدت تغلي كده وهبتدي بقى اغسل العدس. انا حطيت كوبايه كبيره من العدس على كيلو الفول. حطيت كوبايه كبيره من العدس، والعدس هيخلي لونه حلو وطعمه حلو وبيتقله وبيظبط قوامه، وما تحتاجيش تحطي ولا دقيق ولا رز ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. فجربي موضوع العدس معاه بصراحه بيبقى حلو جدا. الميه بتاعتنا اول ما هتغلي كده هننزل بقى عليها بالفول وبالعدس كده على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. معايا بفص توم واحد، مش تحطي اكتر من كده، وما تقلقيش طعمه مش هيغير خالص، ولا هيديكي طعم توم ولا هيديكي ريحه، ده هيساعد كمان في التسويه وهيدي تيست كده للفول حلو قوي. فص توم كبير وبس كده. هبتدي بقى الحله دي لقيتها صغيره، انا هسيبه يغلي وبعدين نقلته بقى في حله اكبر. كل ما تحطيه في حله كبيره هياخد سواه وهيبقى مظبوط. اغطيه بكميه ميه كافيه عشان ما تحتاجيش تزوديه في النص. انا لما لقيت الحله كده صغيره وممكن يحتاج مني ميه تاني، حطيته بقى في حله اكبر، نقلته في حله اكبر من دي، وحطيت عليه بقى معلقه صغيره كده من السكر. مش هنحط اي حاجه دلوقتي، السكر والعدس والفول وفص الثوم. خلاص كده، وهغطي عليه النار واسيبه يغلي 10 دقايق، وبعدين ببتدي اوطي عليه النار. انا لما سبته يغلي شويه لقيته بقى بيفور كده وايه، والميه بتقع منه، فانا في حله كبيره. شايفين بقى كميه الميه بتاعته؟ سبته بقى بعد ما غلي 10 دقايق وطيت عليه النار وسبته ساعتين ونص، ما فتحتش عليه خالص. انا هنا ما لقيتش عندي كركم لوحده، كنت حاطه عليه بابريكا فحطيت معلقتين صغيرين كده. لو عندك هتحطي معلقه كده كبيره من الكركم ومعلقه صغيره من البابريكا بس. اول ما تحسي ان هو دخل على سوا واستوى معاكي، انا بعد ساعتين ونص انا موطيه عليه النار. وكنت قبليها غلي شويه بتاع 10 دقايق. هو اخد معايا الوقت كله على النار 3 ساعات، ما خدش معايا اكتر من كده، على حسب طبعا حراره النار عندك. بصي بقى الكركم خلى لونه عامل ازاي. وانا كمان معرفتش ازود لاني كنت حاطه عليه بابريكا والبابريكا كانت اكتر، وانا كنت عايزه كميه الكركم تبقى اكتر فمعرفتش ازود زي ما انتم شايفين كده. لو حطيتي عليه معلقه كركم اللي هي الكبيره، مش كبيره مش مليانه قوي، ومعلقه برضو من البابريكا، بيطلع لونه خطير، ولا يحتاج معاكي بقى دقيق ولا رز ولا اي حاجه. شايفين بقى لونه عامل ازاي؟ وبالمناسبة أنا ما زودتهوش في النص خالص، لأن هو كان معايا بعد ما وطيت عليه النار كانت كمية المية مناسبة. حطيت عليه بس معلقة كبيرة من الملح بعد ما اتأكدت إن هو استوى كويس. هقلبه بقى كده وهتسيبيه يبرد وهتعبيه. بجد تحفة تحفة وطعمه حلو جدا. شايفين بقى حباية الفول؟ الناس بقى اللي بتحب الفول مطحون ممكن هنا بالهاند بلندر ابتدي طحنيه شوية او في الكبة زي ما تحبي اهرسيه، على حسب ما بتحبي الفول. في ناس بتحبه الحبايه بحبايتها، احنا بصراحه بنحبه لا، يعني بنحب الفول المطحون ده. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ بجد تحفه. جربوه الف هنا وشفا، انا واثقه ان هو هيعجبكم جدا. انا سبته كده وغطيت عليه ونزلت وطلعت بقى لقيته تقيل زي ما انتم شايفين كده. في الوقت ده كمان انتوا ممكن لو عايزين تزودوا له ميه او اي حاجه، هو تقيل وبقى تحفه تحفه. شايفين قوامه عامل ازاي؟ حطيت بقى شويه وحطيت عليهم شويه زيت وملح وكمون. جربيه بقى بالطريقه دي لو مش بتعمليه، وانا واثقه ان هو هيعجبكم جدا. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي لايك وشير للفيديو. لو مش مشتركه في القناه هستناكي بقى تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. شايفين بقى شكل طبق الفول؟ احلى من المطاعم الف مره. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم. شايفين بقى دي الطحينه اللي احنا عملناها مع بعض؟
بجد بقى حلوة جدا وطعمها حلو، هتسهل عليكي في رمضان كده تعملي بيها كل حاجة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.